السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بعد 7 ساعات من المداولة انتهت قضية الفنان المغربي سعد المجرد التي شغلت الرأي العام طيلة الأيام الماضية بإدانته يوم الجمعة ب6 سنوات سجنا نافذة بتهمة الاعتداء على شابة فرنسية سنة 2016. واقتنعت المحكمة بحصول الواقعة معتبرا أن المشتكية الفرنسية وصفت الواقعة بشكل ثابت ودقيق، ووفق مصادر فرنسية أدان 7 محلفين من أصل ال9 الفنان المغربي سعد المجرد. وصرحت المشتكية لورا: أشعر بالارتياح، لقد تحدثت عن نفسي ولكن أيضا من أجل الجميع، آمل أن تفتح أعينهم. إن مثل هذه القضايا تأخذ وقتا طويلا، إنها صعبة لكن لا شيء مستحيل. لكن المحكمة الفرنسية أعطت الفنان المغربي مهلة 10 أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه. كانت قاعة المحاكمة ممتلئة عن آخرها لحظة النطق بالحكم، وكانت لورا ووالدتها وزوجة المجرد غيتا من بين الحاضرات، كما أن الخبر نزل كالصاعقة على عائلة الفنان المغربي سعد المجرد وأقربائه وأيضا جمهوره ومحبيه الذين كانوا يأملون ويتمنون له البراءة والخروج من هذه المحنة. هنا غنكون وصلت لنهاية الفيديو. كانت معكم قناة فاتيتي شانيل. إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخلوا لي لايك واشتراك في القناة باش يوصلكم دائما الجديد، ومع السلامة.